الاب ده عايش مع ابنه وزوجة ابنه، الجو كان حر جدا، شغل المروحه. فزوجة ابنه شافت كده اتعصبت عليه، قالت له الجو حلو مشغل المروحه ليه؟ طفت المروحه. فخرج الابن مشغل المروحه، زوجته زعقت فيه، قامت طفتها، هو يشغلها وهي تطفيها. اتنين كانوا هيتخانقوا مع بعض، الاب بيمسك ايديها بيقول لها خلاص يا بنتي انا مش عاوز حاجه. قامت زقت والده فوقع في الارض، زقها من غير ما يقصد، هي كمان وقعت في الارض. فاتصلت بوالدتها، والدتها سمعت انه ضربها، جت جري. انت بتضرب بنتي؟ قال لها طب افهمي الموضوع. قالت له مش عايزه افهم، راجل اللي يضرب واحده ست ما يبقاش راجل. المهم انا هاخد بنتي وهمشي. فضل الاب يتحايل عليها انها ترجع، في الاخر قالت له اركع على رجليك واعتذر لي، في الحاله دي ممكن ارجع البيت. فالزوج ما تحملش على والده الكلمه دي، قال لها مع السلامه، انت تتعوضي انما ابويا ما يتعوضش. يا ريت لما يبقى في مشكله نسمع من كل الاطراف مش من طرف واحد، علشان نعرف نحكم صح. اللي ما ترضيهوش لوالدك ووالدتك ما ترضوش لحد.